السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الحلاوة الطحينية في البيت بمكونات كلها موجودة عندنا في البيت. بصي عاملة ازاي، ناعمة وجميلة جدا، ريحتها تحفة. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا كوباية طحينة، كوباية سكر بودر، كوباية لبن بودر. هنزل بكوباية لبن بودر، سكر البودر، وكوباية الطحينة. نقلب الاول بس المكونات كده، السكر مع اللبن البودر، ندمجهم كده مع بعض. وبعد كده هننزل بكوباية الطحينة كلها اهي. طبعا ارخص من بتاعت بره بكتير. شوفي العلبة بنجيبها صغيرة قد ايه، ومش مليانها كمان، يعني يا ريت مليانها مثلا زي الاول، لا حطلك فيها شوية صغيرين. اعملي بقى الطريقة دي وقولي لي ايه رأيك. بصي عاملة ازاي ما شاء الله. ضلي بقى ادعكي فيها قوي كده، اعجني فيها قوي لغاية ما تمسكي الحتة كده تلاقيها ماسكة معاكي. يعني بصي زي ما هوريكي كده اهو، كده يبقى ايه الطريقة ناجحة. ادمجي بقى المكونات كلها كده مع بعض، وهتجيبي علبة وتحطي فيها كيس وتحطي نقطة زيت بس صغيرة، واضغطي بقى كده بايه، بايدك، باي بقى حاجة عندك، كوباية بايدك. بس عاملة ازاي ما شاء الله، ريحتها جميلة جدا. بكوباية كده واضغطي قوي. بس هنغطي بقى الاكياس كده ونحطها بقى الايه في التلاجة لغاية تاني يوم. بعد بقى ما طلعناها اهو، بصي ما شاء الله. نبدأ بقى نقلبها كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. ما شاء الله ما شاء الله، بتتكلم عن نفسها اهو ما شاء الله. لو انت بقى عايزه مثلا تحطي مثلا فستق او سوداني او كده، حطي في ايه، في على الكيس نفسه يعني قبل ما تحطي الحلاوه. احنا طبعا عشان بنحبها ساده، فانا ايه بحبها اعملها كده. ما شاء الله بقى. وهاتي بقى السكينه كده وقطعي. بصي بتتكلم عن نفسها ما شاء الله. بصي دايبه وجميله وقطعه واحده، جميله جدا. تنفع بقى سندوتشات كده الصبح بقى كده في المدرسه او الفطار او العشاء، حاجه كده تحفه. بصي برضو التانية ما شاء الله، بس عامله ازاي من جوه وقلبها ابيض ازاي. ايه رايكم بقى؟ دايبه دوب. بصي دايبه دوب. يلا بقى جربوها بقى وقولي لي ايه رايكم. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على الف خير في رعايه الله حبايبي.